عمرك سألت نفسك احنا ليه بنحب شيكامارو من انمي ناruto؟ بس الاول قول لي عامل ايه؟ كله تمام قبل البطه؟ طب حلو حلو، انزل بقى اعمل لايك وسبسكرايب. يلا بينا نشوف احنا ليه بنحب شيكامارو نارا من انمي ناruto. بص يا سيدي، لما كان الجيل بتاع ناruto ده اطفال، كان زي ما انتم عارفين ناruto كان طفل وحيد بائس بيقعد على مرجحه كل شويه بياكل رامن، بس ده اللي هو بيعمله. والقريه كانت بتعامله معامله زباله، اوحش معامله بسبب طبعا الكيوبي. بسبب الموضوع ده الناس كلها كانت بتعامله معامله وحشه، على عكس الناس كلها بقى شيكامارو كان شايف ناruto ان شخص عادي ما فيهوش حاجه، كان ممكن يكون صاحبه. وده شفناه طبعا في الحوار اللي دار بين شيكامارو وباباه. كانوا بيتكلموا فيه ان ناruto عادي وهو عايز صاحبه، وشايفه ان هو عادي طفل عادي مش ما فيهوش حاجه ولا وحش ولا مسخه زي ما الناس بتقول. طبعا شيكاكو كان ليه دور كبير في شخصيه شيكامارو لما قال له انت شايف ايه وكده. بس وبعد فترة لما الجيل ده طبعا اتخرج من الأكاديمية وبقى كلهم جنن، وجه الوقت الامتحان بتاع تشونين. ما ننكرش إن الجزء الأول الامتحان عدى عادي الصراحة بس على شيكامارو. بس يعني احنا مش جايين نتكلم على الجزء الأول، احنا جايين نتكلم على شيكامارو. وبدل ما نتكلم على شيكامارو في امتحان التشونين، أكيد 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 هنتكلم على فايت تيماري ضد شيكامارو. طبعا في الفايت دي شيكامارو أظهر مدى ذكائه، أبهر الناس كلها بذكائه وإزاي هو فعلا أذكى من كل الجن الموجودين، بل هو أذكى من التشونين أغلبهم. أرك إنقاذ ساسكي طبعا ده لما ساسكي حاول يهرب، بس بصراحة شيكامارو عرف يقود الفريق حمسه. وعلى الرغم ان هو خسر اول مهمة ليه كتشونين طبعا وكقائد مجموعة، هو اثبت للناس كلها ان هو قائد ذكي. مع الغلطة اللي حصلت طبعا بسبب اللي هو الفريق غير مؤهل هو يروح في فايت زي دي، هما كانوا بيحاربوا فريق اقوى منهم بكتير، كلهم يعتبروا مستوى جونين لا ومتدربين تحت قيادة واحد من اقوى الناس اللي في انمي ناruto، واحد اللي هو اوروتشيمارو اللي هو واحد يعتبر من السن الاسطوريين. ما كانت الغلطة مش منه الصراحة، غلطة سونا دي الهوكاجي الخامس ساعتها. بقى الفريق كله اتصاب اصابات خطيرة زي ما عرفنا. طبعا شيكامارو حاول كان متأثر، هو أكتر واحد فيهم ما اتصابش الصراحة مش زي نيجي وناruto، بس هو كان متأثر جامد طبعا لولا إن أبوه شيكاكو حاول يفك عنه يروح عنه. والأرك ده طبعا هو أكتر أرك طور شيكامارو، خلاه شيكامارو اللي احنا نعرفه دلوقتي. ما بعد التايم سكيب لشيكامارو طبعا شفنا ازاي اتعامل مع موت اسما لما حارب هيدن، وازاي اسما كان عزيز عليه واثر فيه بس اسما مات من هيدن. شفنا شيكامارو ازاي حاربه بالخطه لوحده، وكان هيدن يعتبر عضو من الاكاتسكي اللي هم محدش فيهم كان يقدر يقتله. كاكاشي نفسه كان مش عارف يحارب واحد منهم لوحده. شيكامارو كسبه طبعا، كسبه بخطه ذكيه جدا كلنا عارفينها لما دخلوا غابه خلاه يقع زمانه بيتعفن جوه. انا بكرهه الواد ده بقى، ان شاء الله يكون بيتعفن جوه عادي ان شاء الله يعني. بس بقى شيكامارو اثبت قد ايه هو ذكي. ده طبعا بعد ما كبر شويه وبقى تشونين وبقى مسؤول عن حياه التشونين. هو بقى تشونين كان جونين 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 كان جونين ساعتها، وكان هو بدأ يقود الامتحان بتاعت التشونين، هو اللي بقى مسؤول عنها. كده شيكامارو اختفى شويه من القصه، انتقلنا لشيكامارو الحرب. شيكامارو الحرب هو واحد من افضل نسخ شيكامارو اللي ظهر في انمي ناruto وبورتو كلهم. من اول طبعا لما كان قائد مجموعه كان هو مسيطر عليها، وكان هو اللي بيحط خطط للمجموعه وكان بيحاربه. شيكامارو الحرب طبعا هو افضل نسخه لشيكامارو بالنسبه لي في انمي ناruto او انمي بورتو. زي ما شفنا طبعا شيكامارو ازاي كان ليه دور مؤثر في الحرب لما اوسما رجع بتقنيه الايدو تنسي، وازاي حاربه وشجع اين وتشوجي هم يحاربوه، وازاي قاد الفريق بعد تدمير المقر بعد ما موت. بعد حتى في الفتره دي كان ابوه مات، هو عارف ان شيكاكو مات وكان متضايق، بس هو عرف يقود الناس. طبعا الخطاب اللي هو قاله للناس عشان يشجعهم ويحمسهم يحاربوا. بس ده كان شيكامارو في انمي ناruto. انا ليه بحبه من انمي ناruto؟ في جزء طبعا بتاع بورتو ده سبويلرز الناس اللي ما بيقراوش مانجا بورتو. الهوكاجي التامن بتاعنا يا جماعه اضعف هوكاجي انا عارف، بس اكتر هوكاجي انا بحبه بعد ناruto ذكاء كاريزما. هو الوحيد اللي اكتشف ان بورتو هو ابن ناruto مش كاوكي زي ما الناس كلها فاكره بسبب تقنيه ايدا اللي غيرت الذاكره. لسه ذكي زي ما هو، الاي كيو 200 اي كيو. بقى شيكامارو عبقري. بس يا حبيب قلب البطه، هي دي كل الاسباب اللي انا بحب شيكامارو عشانها. انت لو في اسباب تانية بتحبه عشانها انزل اكتب لنا في الكومنتس. لايكك، سبسكرايبك، كومنتك، شيرك لصاحبك، كله تمام. انت كويس اهم حاجه. وباي باي، اتمنى ليكوا ليله سعيده او صباح سعيد حسب انتوا بتسمعوا الحلقه دي في اي وقت.